بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. في الفيديو ده هجاوب حضراتكم على سؤال مهم جدا جدا دايما بيسأله بعض الأصدقاء الهواة أو المبتدئين في مجال الإلكترونيات، وهو: هل ينفع أشغل الصب اللي أنا بشغله في البيت على بطارية السيارة؟ هنشوف مع بعض ان شاء الله. افتح الصب كده ونشوف مع بعض كده المكونات الداخليه، ونتعرف مع بعض امتى اقدر اشغل الصب في السياره او على بطاريه السياره 12 فولت، وامتى ما اعرفش اشغل الصب على بطاريه 12 فولت. كده انا فتحت الصب ده. صب يعتبر تايجر. طبعا بيكون في عندنا سماعتين منفصلين صغيرين، وعندنا دي وحده الباور، وفي نفس الوقت برضه سماعه البيز. خلينا بس نتفق على حاجه مهمه جدا، ان عندنا ما يفرقش نوع الصب او الاسم التجاري في انه بيشتغل على 012 او بيشتغل على 012 012. طيب عندي هنا الصب ده بيشتغل عندي هنا على اي سي ايه، على اي سي عندي هنا تي دي اي 2030. طالما لقيت عندي هنا الصب بيشتغل على اي سي تي دي 2030، يبقى اعرف كده انه بيشتغل عندنا بتغذيه مزدوجه. يعني ايه تغذيه مزدوجه بقى؟ يعني عندي هنا بيكون في تغذيه 12 بالسالب و12 بالموجب، وفي الارضي ما بينهم. يعني ايه تاني؟ نوضح تاني اكتر. عندنا هتلاقي عندك هنا في الصب اتنين مكثفات كبار جنب هنا دايره التوحيد اللي هي اربع سيليكونات او بريدج. فهتلاقي عندك بعد السيليكونات هتلاقي عندك اتنين مكثفات. المكثفين اللي راكبين دول هتلاقي طرف منهم مشترك. الاتنين يعني طرف مشترك من المكثف ده مع طرف مشترك من المكثف ده. الطرفين دول متجمعين في نقطة واحدة اللي هي الأرضي بتاع الشاسيه. تعال نبص مع بعض كده على البوردة من تحت، نشوف مع بعض كده. عندك هنا مكثفين اهم، واحد اهو واحد اهو. نبص مع بعض كده، ده كده الطرف ايه؟ عند خط الطرف السالب، وهنا الطرف ايه؟ الطرف السالب. إذا المكثفين دول راكبين ايه؟ راكبين عكس بعض. نبص مع بعض من تحت كده على البوردة من تحت. بص معايا على البوردة كده يا صديقي. هتلاقي عندك هنا احنا قلنا المكثفين في طرفين يعني في المكثفين راكبين عكس بعض. ادي ارجل المكثف او طرف المكثف واحد اهو، والتاني اهو. هتلاحظ ايه دلوقتي؟ هتلاحظ عندك هنا في المكثفين طرفين منهم هم راكبين عندي في نقطة واحدة او مشتركين مع بعض. النقطة دي اللي راكبين فيها المكثفين مع بعض هي يعتبر الطرف الارضي بتاع الجهاز. طيب النقطة دي والنقطة دي ايه؟ النقطة دي هتلاقي عندك هنا ده كده هيكون جهد او فولت بالسالب، وده كده فولت او جهد ايه بالموجب. طيب دي كده انت كده دلوقتي عرفت هنا. آه، حددت ان عندك هنا يعتبر بيشتغل عندي بتغذيه ايه مزدوجه. طيب هتعرف عن طريق ايه تاني برضو؟ هتعرف هتلاقي الترانس هنا او المحول ترانسفورمر اللي بيشغل عندك الجهاز خارج منه عندك هنا ثلاث اسلاك. هم ثلاث اسلاك. ثلاث اسلاك داخلين عندك كده على ايه؟ على اربع موحد سيليكون او على بريدج ديود اللي هو يعتبر اربع اطراف. الطرف اللي في النص بتاع المحول دوت هتلاقيه فين؟ هتلاقيه متصل على الطرف الارضي. نبص مع بعض كده. الطرف اللي في النص اهوت ماشي كده اهوت بالمسار ده كده وبالتراك ده كده، ورايح فين؟ على الطرفين المكثفين متصلين مع بعض. كده انا عرفت عندي هنا الباور ده او البوردة دي بتشتغل دلوقتي عندي هنا بتغذية مزدوجة، يعني فيها طرف سالب وطرف موجب، وعندي طرف اللي هو السنتر او النقطة اللي هي الارضية او النقطة اللي هي زيرو. يعني زيرو 12 سالب وزيرو 12 موجب. لو قست عندك هنا من النقطة دي من القمة للقمة هيديك كام؟ هيديك طبعا الضعف بتاع النقطة دي مع النقطة دي. طب تعالوا مع بعض كده نوصل كده الكهرباء بتاع الصب ده ونقيس مع بعض كده نشوفه الفولت نشوفه كام. كده شغلت الملتيمتر وجبته على وضع قياس فولت دي سي، واجيب عندنا اطراف الملتيمتر واوصل طرف على النقطة اللي قلنا عليها زيرو او النقطة اللي هي ارضي بالشكل ده كده اللي هي دي، اللي هو الطرف السنتر اللي خارج عندنا من المحول. اوصل على المكثف ده يديني، شوف هيدينا كام. هنا ادانا كام؟ ادانا 17. وفي عندي هنا علامة سالب في الملتيمتر اهي لو خدنا بالنا منها. علامة ايه؟ علامة سالب اهي. يبقى ادينا كده 17. والنقطة يدينا كام؟ النقطة يدينا كام؟ يدينا 17 ومفيش علامة سالب. يبقى معنى كده ان النقطة دي كده موجب والنقطة دي كده سالب. يبقى 17 و17 كام؟ 34. اسم النقطة دي النقطة دي كده بالقمة ده القمة كام؟ 35 فولت، لان كان عندنا ال 17 كان فيه جنب منها كسور. كده اصبح عندنا الصب ده بيشتغل بكام؟ بيشتغل بجهد يعتبر 35 فولت مقسوم على نصين، يبقى 17 موجب و17 سالب. بينما لما نيجي نقيس البطاريه بتاعه السياره، بطاريه الموتوسيكل او التريسيكل، اي بطاريه بتاع العربيات العاديه، هتلاقي بتخرج كام؟ بتخرج 12 فولت او 14 ونص فولت او 13 فولت. يعني تلاقي بتخرج اقصى حاجه 14 ونص فولت. 14 ونص فولت من 35، يبقى كده مش هينفع الصب ده يشتغل خالص على البطاريه.
لان عندك هنا الجهد هنا غير هنا، دي حاجه. النقطه الثانيه عندك هنا، هنا البطاريه فيها جهد ايه؟ فيها قلنا طبعا الطرف اللي هو السالب اللي هو الزيرو ده، والطرف اللي هو ايه؟ اللي هو الموجب. طب احنا عايزين بقى دلوقتي طرف تاني يكون سالب، مش هيجي طبعا، صعب نجيبه. يبقى عشان نشغل الصب على بطاريه زي كده محتاجين دايره تاخد معانا 12 فولت وتخرج لنا كام؟ تخرج لنا سالب وموجب. تاخد 0 و12، تاخد 0 12، تخرج لنا 0 12 بالموجب و0 12 بالسالب، يعني جهدين مزدوجين. يبقى احنا كده عرفنا عن بكذا طريقة ازاي نقدر نعرف الصب بيشتغل بتغذية مزدوجة تغذية عادية، عن طريق قسنا بالملتيمتر، وعن طريق شفنا اطراف المحول، وعن طريق توصيل المكثفات عندي هنا اللي هي بتاعة توحيد او بتاعة ترشيح الجهد بعد ايه؟ ديودات او بعد دايرة التوحيد. طيب الصبات اللي بتشتغل على 12 فولت او 0 12 مباشرة هتلاقيها غالبا بتشتغل بي اي سي. طبعا يعني الموضوع لا حصر له، فيه حاجات كتير جدا جدا، ولكن اشهر اي سي شغاله في الاي سي في الصباط اللي بتشتغل ب 12 فولت اللي هو تي اي اي 2025. في ارقام تانية ولكن تعتبر اشهر رقم. بكده احنا كنا وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.